مش كل ظروف تحصل للبني آدم لازم تتحكي ولا تتقال، لأن كل بيت ليه خصوصياته ومشاكله اللي مش بتخلص ولا بتتحل بسهولة. وده النهج اللي واخده بيومي فؤاد في حياته رغم الأزمة الأخيرة اللي حصلت له واللي شفناها كلنا. بيومي فؤاد نفسه عزيزة جدا ومش بيطلب من حد حاجة إلا حقه، ومحتاج لكل قرش عشان هو اللي بيصرف على أهله وعيلته وإخواته اللي ظروفهم مش كويسة. ومش بيطلع يقول كده للناس، لأن بيومي من وهو صغير بيشتغل وشايل مسؤولية عيلة كبيرة. بيومي بيصرف على ولاد إخواته وواقف جنب إخواته بعد ما ربنا فتحها عليه، ومش بيبخل عليهم بأي حاجة. وده اللي مش بيقوله لحد ولا حتى القريبين منه في الوسط الفني يعرفوا بالمعلومات دي، عشان بيومي نفسه عزيزة، ولو عنده ظروف وحشة مش بيتكلم مع حد. وده ظهر في كلامه عن المسرح لما بيتكلم ومرة واحدة عيط من كتر ما نفسه صعبت عليه. لو ما كانش بيومي راح الرياض وعرض المسرحية كان هيخسر فلوس كتير، وهو في عرض كل جنيه عشان وراكم لحم ومسؤوليات كبيرة. وهو في الأول والآخر الغلط بتاعه ده وجهة نظر، لأن في ناس قالت له أنت اتكلمت ليه؟ خصوصا إن المشكلة ما كانتش عليك أصلا، دي كانت بين الجمهور وبين محمد أنور، وكلامك سبب كل اللي حصل. بس خلينا نتفق إن البني آدم طاقة، ولما بيجيب آخره بينفجر سواء بالكلام أو بالبكاء، زي ما بيومي عمل بالظبط على المسرح، والناس كلها تعاطفت معاه رغم الأزمة اللي موجودة. وبيومي من الناس الوطنيين جدا اللي بيقفوا جنب بلدهم في أي وقت تحتاجهم فيه. وممكن يكون التعبير بالكلام خانه وطلع اللي جواه في لحظة غضب، لأن هو مش قصده يهاجم محمد سلام، بس الضغط كان عليهم شديد بسبب ضيق الوقت وعرض المسرحية.